ازيكم يا ابطال الكلمه. انا سيف الله ولسه مكملين مع بعض يا جماعه الست كلمات. النهارده هنتعلم شويه كلمات جديده بطعم الكلمات القديمه والشخصيات القديمه بتاعتنا، الجعان والنعسان والتعبان والناس دي يا جماعه. اعوذ بالله اعوذ بالله. اول كلمه معانا النهارده هي كلمه lazy. lazy معناها كسلان، كسول. اوكي، بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك احمد was too lazy to cook even though he was super hungry. يعني يا جماعه احمد كان كسلان جدا انه يطبخ مع انه كان جعان نار. طيب الكلمه الثانيه jealous. jealous 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 معناها غيور، الانسان اللي بيغار، غيور. بيقول لك Sarah got jealous when she saw Mona talking to the talkative guy again. بيقول لك يعني ان سارة كانت غيرانة لما شافت منى بتتكلم مع الواد الرغاي ده تاني. يعني هو رغاي وغيرانة سارة بقى. طيب الكلمة الثالثة والأهم confused. confused confused يا جماعة معناها متلخبط، بالعامية كده معناها ايه؟ متلخبط او محتار، مشوش، مشتت. يعني تنفع ايه؟ حاجات كتير قوي بنستخدمها في كلامنا العامي. بص معايا المثل ده كده، بيقول لك I was so confused because the story was boring and the characters were all fake. يعني أنا كنت مشوش متلخبط عشان القصة كانت مملة وكل الشخصيات مزيفة. قبل ما أقفل اوعى 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 ما تراجعش الكلمات القديمة مع الكلمات الجديدة. سلام.